هاد لي دونات يجيو خفاف خفاف كيما القطن بعجينه هشه ما شاء الله. كي راكم خوتي خواتاتي ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه تاع لي دونات خفاف خفاف كيما القطن. شوفوا هنا كيفاش خرجوا لي، خرجوا ما شاء الله. ميم هذوك اللي طبعتهم لداخل في الوسط درتهم لكم هكا في ديك القابسه وزوقتهم يخرجوا طوب. هنا في ريسيبيون ديروا كاس ونص تاع الحليب دافي، ضيفوا عليه ملعقه تاع خميره الخبز الفوريه، 3 مغارف كبار تاع السكر العادي. من بعد كي نخلط جيدا كيما هكا حتى يتجانسوا لي. هنايا غادي نضيف حبه تاع البيض كامله كيما هكا، ونزيدوا على راس المغرف ملح. هنا درت ملعقه صغيره تاع الفانيليا بصح ما صورتهاش، حتى من بعد كي شفت الفيديو لقيت بلي الفانيليا ما كانتش نصور في ديك اللحظه اللي كنت ندير فيها. المهم هنايا ضفت 3 كيسان تاع فرينه مغربله، تكونوا مغربلينها وحاطينها حداكم هكا باش تخدموا بها. لازم توريش كل خطره تغربلي. هنايا زدت الكاس الرابع حتى تحصلت على عجينه تكون تتلاصق في اليد. ومن بعد كي نجيبوا ملعقه كبيره تاع مارغرين تكون طريه وعجنوها مليح مليح حتى تولي لكم ملسه. اللي كان عندكم العجان ديروا العجان ولا غير بيدك وعجنيها هكا باش تجيك يجوك الدونات تاعك يجوك خفاف ويجوك مهويين من الداخل، ما يجوكش معجنين. هنا من بعد اللي خمرت لي وضعف لي الحجم تاعها درت لها قطعتها وبديت نوزن فيها 75 غرام حتى 76 غرام، من 75 حتى 76. جيت هنايا درت هذه الطريقه كيما هكا تجيكم عمليه خير من اللي تورقوها كاع وتقعدوا تطبعوا فيها. صافي هذه الطريقه تجيكم عمليه. هنايا قدرت الحبات هكا قرصتهم غير شويه وجبت هذاك الملقس تاع عليه باش يجوني الحبات كاع كيف كيف، وطبعت باللاضوي في الوسط. هذوك الوساطه كيما قلت لكم خلوهم ثاني يخمروا هيا باش من بعد نقلوهم ان شاء الله. نكمل كاع بقيه الحبات كيما هكا. انا شادت هنا ما درتش بابي كويسون ولا درت غير سربيته رشيت عليها شويه تاع فرينه ما يلصقوا ما والو نورمال. انت هنايا غير خليهم يخمروا حتى يذوب لا الفوليوم تاعهم وبديت تقلي فيهم على نار قليله هكا باش يجوك طايبين من الداخل ويجوك شابين ما يجوكش معجنين. ديروا لهم زيت يكون زعما كينا زيت غزير فهمتي. ايوا بديت طيبي فيهم كي تحمروا من جهه عاودي قلبيهم على الجهه الثانيه. هذه هي شواله ملاحظه كي تقعدين زعما كي تجيبي فيهم باش تقليهم حزري الخمور زعما كي شغل تزيري على الحبه، كي تزيري على الحبه تخرجي لها كاع الخميره اللي فيها هكا وتجيك الحبه تاع الدونات ثقيله فهمتي. دوك الشيء اللي قديري كيما راهي رديها غير بشويه وديها للمقله اقليها عادي. هذوك الحبات الصغار ثاني قليتهم بهذاك الشكل كيما شفتوهم طابو ثاني جاو خفاف متامنوش عقلكم. هنا جبت شوكولا بيضاء وشوكولا بالحليب، اللي كان عندكم اي نوع من الشوكولا زينوا بها كيما هكا. درت هذوك بذوق الفراوله ثاني جاو بنان بزاف، زينوهم على حسب الذوق تاعكم ثاني على حسب مقدوركم. تقدروا ترمدوهم غير في السكر عادي وشويه تاع فانيليا ثاني يخرجوا شابين بزاف بزاف. هذوك الوساطه هذوك اللي تقبتهم بلاضوي ثاني قليتهم. شوفوا هنا كيفاش خرجوا هذو بزاف اللي راهم يديروهم مشاريع. كاش من نهار ندير لكم فيديو بالتفصيل هكا اللي تبغي تفتح مشروع غير من الدار. الى الملتقى ان شاء الله. تلفت لي الهضره. سلام.